بسم الله الحمد لله، هلا والله وغلا أحبتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم، واجب على كل مسلم أن يشمته، يعني يقول يرحمك الله. وإن التثاؤب من الشيطان فليرده ما استطاع، قدر ما تستطيع أنك ترد. إذا قال ها يعني تثاءب وأخرج فمه ضحك منه الشيطان. إذا العطاس من الله. طيب ما فائدة العطاس؟ يا جماعة الخير شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. في الأصل أن العطاس شفاء، كما ولذلك يحمد الله عز وجل بعدها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هناك أبخرة معينة محتقنة، فهذا العطاس بإذن الله عز وجل يخرجها بعدها، وسماها مثل الزلزلة اللي سيرتك في الجسم، تنظف بإذن الله سبحانه وتعالى وتصحي الإنسان وتنشطه معي. فلذلك يحمد الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقال له يرحمك الله، وهذا أيضا مما يغيظ الشيطان. لكن إذا عطس ثانية ثالثة، بعد الثالثة ورد في الحديث بعد الثالثة أنه مزكوم، خلاص ما تشمت وتقول الله يشفيك الله يعافينا وياك. ورد في صحيح مسلم بعد الثانية. فإذا أكثر العطاس معناه أنه مزكوم، انتقل الأمر من قضية الشفاء إلى أنه إنسان مريض، حينئذ تدعو له بالصحة والعافية. لذلك خذوها قاعدة: إذا عطس الإنسان أكثر من 2 إلى 3 فإنه رجل عادة يكون مزكوم، عليه أن يعالج نفسه، وتقول له الله يعافيك الله يشفيك. تنتقل من قضية أنك تدعو له بالرحمة إلى أن تدعو له بالشفاء. وعليكم أن تكظموا ما استطعتم هذا التثاؤب، لأن ما هو السر؟ ليش الله يحب العطاس؟ لأن العطاس ينشط ويعين الإنسان يكون صاحي وبذلك.